كل اجتماعاتنا في كل الكنايس بمختلف كل الطوائف لازم تبتدي بفترة تسبيح اللي الناس بتتسرسب فيها دي لغاية ما الكنيسة تتملي وبعدين نحضر الخدمة. بالظبط كده. ايه هي مواصفات فترة التسبيح؟ التسبيح اولا مش اعداد للكلمه او الوعظه او المشاركه او الحاجات دي، ومش هي تجهيز. يعني التسبيح والترنيم مش تجهيز لاشياء اخرى، هو قائم بذاته. دي اول معلومه، دي مفاجاه. الترنيم في تسبيح وفي مزامير اللي هي شبه التسبيح جدا، او التسبيح شبه المزامير، وفيها اغاني روحيه اللي هي تعبير عن حياتي وانا بكلم ربنا، بعبر عن حياتي. مجموعات كده مع بعض، دول احنا بنقدمهم ذبيحه، بنقدمهم من قلوبنا، من حياتنا، من تفكيرنا، من كياننا لربنا. تسبيح هو ده فترة التسبيح. طب فترة التسبيح بتشاور على ربنا زي ما انت قلت. التسبيح بيشاور على ربنا. الاغاني الروحيه انا داخل فيها شويه، بس مش داخل لوحدي يعني. طب فترة التسبيح دي لازم تكون بتشاور على الله، بسبحه. هل فترة التسبيح ممكن يكون فيها ترانيم بتشاور عليا او حالتي؟ دي اغاني روحيه، واللي الناس بتخاف تقول اغاني روحيه، لان لو اغاني روحيه هتبقى اغاني بقى ويا ساتر يا رب. لا، الاغاني الروحيه دي مكتوب عليها في الكتاب المقدس وايتين شبه بعض بالملي، مكلمين بعضكم بمزامير وتسابيح واغاني روحيه مرتلين في قلوبكم للرب. واحده منهم بيقول كمان وانتم بكل حكمه معلمون ومنذرون. يعني مزامير والتسابيح دي لربنا، اغاني روحيه ممكن تكون أنا بتتكلم عن حالتي كده بقى. بخش بحاجتي، باحساسي، باللي حصل معايا، باللي بشكره عليه، فكذا فراح كذا. ودايما اقول يعني كنت ماشي في الشارع كانت هتقع عليا بلكونه وما وقعتش عليا، فهو الراجل ده عايز يشكر ربنا ان البلكونه ما وقعتش عليه. دي اسمها اغنيه روحيه. وصاحب العماره اللي هيشكر ربنا ان البلكونه ما وقعتش على الراجل، بس دي اغنيه روحيه. انت بتعبر عن اللي حاصل معاك. مشكلتنا بقى الحقيقيه ان احنا 99% من الترانيم بقت اغاني روحيه. ليه دايما ترانيم التسبيح فيها فقر شويه؟ انت عارفه ان من اصعب الترانيم، اقعدي اكتبي ترنيمه كده هتلاقي ان انت عارفه تكلمي ربنا في حاجه، لكن صعب قوي تكتبي ترنيمه فيها تسبيح عميق مجرد بس بيدي المجد لربنا بس. صعبه جدا. ليه بقى؟ لان انا مش حاسس وما دخلتش في الموضوع ومش جزء من المنظومه. انا بتكلم بس ربنا، مش عارف اتكلم، متكتف لاني ما تعودتش اقول له الكلام اللائق بيه. لكن انا مستعد اتكلم عن نفسي بس احنا عندنا مرجع، يعني مزامير مليانه تسبيح. يعني هل مع وجود المرجع ده كله برضو في فقر وصعوبه في كتابه التسبيح؟ كل ما تعيش الكتاب المقدس كل ما تعرفيش تكتبي تسبيح. تفتكر يا ماجد كتابه ترانيم التسبيح عليها حرب ابليسيه كده معينه؟ ممكن نقول حرب بس هي مش على الكتاب، على الناس. ازاي؟ لاني انا مش دماغي في موضوع التسبيح ده وكده، دي حاجات فوق قوي وكده. وبعدين كمان بلاقيها في الكنيسه في تسبيحه وفي حاجه، فخلاص انا هقعد اكتب بقى الاغاني اللي انا بحبها، وبالتالي بقيت بكتب في حاجات كتيره ملهاش دعوه بربنا قوي. يعني مرات كتيره نلاقي كده. طبعا. يا ترى الله محتاجني اسبحه ولا انا اللي محتاج اسبحه؟ الله محتاج دي مش نطلعها بره القاموس. تمام. الله بيحب، بيلذ له ان انا اسبحه. هو قال كده، يعني اشكره ان هو لناس زينا كده بيقول لهم انا بحب اسمع صوتكم. يعني حاضر، اقل حاجه نقولها حاضر. فهل هو محتاج؟ لا مش محتاج. بيحب، هو بيقول لنا ان هو بيحب، لكن انا اللي محتاج اكتر. انا اللي محتاج اقول له هو مين، قبل ما اقعد احكي واقول له انت مين في حياتي وعملت ايه امبارح والنهارده والنعمه والحاجات وشكرا وتديني وما بتسيبش وما بتنسى. انا محتاج اكلمه عن هو مين. انت عظيم. احنا ما بقيناش افكر نفسي هو مين. تاني لما بقول انا بفكر نفسي هو مين، فبالتالي لما اتحط في مواقف معينه ابقى عارف ان هو كده. هو لا ينسى. عظيم، ممجد. حتى لو حصل حاجه حواليا وانا حاسس ان هي الدنيا بتتقلب، لا هو مسيطر. كانت في جمل بتتقال لنا زمان كده واحنا صغيرين في مدارس الاحد، انه الله بيسكت الملائكه عشان يسمعنا واحنا بنسبحه. ايه رايك ايه في الجمله دي؟ بالنسبه لاصوات ناس معينه انا مش عارف ليه ده يحصل، بس هو طالب مننا نسبح. هو طالب تسبيح مننا احنا، واحنا مهملين جدا في التسبيح، مهملين جدا في التسبيح. ولو انت حطيتي ترنيمه على اليوتيوب تسبيح هتتسمع مره، لو حطيتي ترنيمه تانية عاديه اغاني روحيه رحت وجيت ووديت 99. بزعل اكنه
اكنه الترنيمه اللي هي التسبيحيه دي اكنها بتاعتي ملكي، يعني ما الاتنين موجودين. مظبوط. بس ده عشان احنا، عشان شعب الرب يتقوى، عشان شعب الرب يكون بيعمل الحاجه اللي الرب طالبها منه، مش عشان حاجه. دي حقيقه بس فعلا. قلبنا ناحيه اغاني، يعني بقينا مش ان الكلام وحش ولا كويس، بقينا يعني دي اغنيه ودي اغنيه روحيه، وقربنا يبقى الفرق في النص شعره. هل كتابه التسبيح لازم تتفق مع كلمه ربنا في الكتاب المقدس؟ ده اكيد. اه. والا هتبتدي تطلع الفاظ جديده كل يوم. ما انا كاتب بقى، انا بعرف اكتب، مش انت بتعرفي ترنمي وماجد ده بيعرف يعزف؟ انا بكتب، سيبولي فرصتي بقى. بس في كلام ما يتقالش، ما ينفعش انه يتقال. مم. لكن الفكره انك كل ما تبعد عن الكتاب هنشطح. واللي بنكتبه النهارده في سنه 2000 وكذا، على بال 2000 وكذا بعدين ب10 سنين هنبقى اضحوكه، لانه انت عمال تطور في الكلمات، كانه كلمه اسبحك يا رب وامجدك دي لا دي قديمه، دي موضه قديمه بقى، نحط الكلمات بتاعت اليومين دول. تعالى بقى عشان انا هقول لك الحاجه الحلوه الجديده، يعني كارثه. حلو ان يبقى عندنا اطار بنتحرك فيه عشان ما نشطحش. ده اكيد. تقول موضه قديمه، دقه قديمه، قول الترنيمه رنموا للرب ترنيمه جديده، مش معناها الفوا ترانيم جديده، بس كويس تالف طبعا، لكن مش معناها رنموا ترنيمه. وانت بترنم الترنيمه دي، لما بقول مثلا باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي، مش لازم ان انا اقول كلمه تانية غير باركي ولا تنسي مثلا وما تطنشيش وكل حسناتي، الحاجات اللي مش لازم اقعد اغير في الكلام علشان احس انه جديد بقى. ايوه وانا هكتب كلام قديم، لا عيب. لازم احط التاتش بتاعي علشان اتماشى مع الذوق الدارج اليومين دول. اقول لك حاجه، في ناس انا متصل طبعا بناس بيكتبوا ترانيم واحنا بنكتب وكله. واحد قالها لي كلمه وخضتني، قال لي اكتب ترنيمه عن التسبيح، اللي هياخدها يرنمها يقول لي لا ما تنفعنيش، مش هيحبوها، مش هتمشي مع الناس. ما هو ده سؤالي، هل ذوق الناس هو اللي بيتحكم في كتابة الترانيم؟ ما هو لو أنا النهاردة جيت اديت لك ذوق يشابه ذوق السوق واللي جنبي مداش، أنا هجذبهم ووديهم ناحية السوق، ويبقى الراجل اللي بيكتب بين قوسين صح هو اللي وحش. ولو كتير كتبوا على مزاج الناس، اللي مش هيكتبوا على مزاج الناس هيبقوا هما اللي وحشين طبعا. ازاي بقى يتفقوا الناس ان احنا مش هنكتب على مزاج الناس وهنكتب اللي ربنا بيقوله لنا؟ دي بقى المعضله طبعا. عشان كده دي الحرب. من خبرتك يا ماجد في خدمه التسبيح والترنيم وكتابه الترانيم والتوزيع والتلحين وكل ده، الافضل بيبقى ان كاتب ترنيمه التسبيح هو اللي يلحنها، ولا في واحد بيكتب وواحد بيلحن؟ في ناس بتكتب وتلحن حلو مع بعض، في ناس تلاقيهم بيلحنوا ويكتبوا، في ناس تكتب اللحن في الاول وبعدين تحط عليه كلام، في ناس تحط الغالبيه يحطوا الكلام وبعدين اللحن، في ناس لهم في المزيكا ما لهمش في الكلمات، في وضع الكلمات ويصر على انه يكتب، وفي ناس كتاب ما لهمش في الالحان، فبيعملوا ايه؟ بينتشوا، واستعمل كلمه حلوه، بينتش الحان من حته من هنا وحته من هنا ومحدش داري. فانت لما يجي واحد بعدين بعد 5 سنين يقول له على فكره دي شبه مش عارف ايه، يقول له يمكن صحيح انا عملتها قبليها ما كنتش واخد بالي. ففي ناس بيعرفوا يعملوا الاثنين، لكن في ناس تقول لك لا انا اكتب واسلم لحد ملحن، وفي حد تاني يقول لك انا بلحن بس. وفي حاجه تانية انت نسيتها اقول لك عليها. في ناس تترجم ترانيم التسبيح، بتترجم ترانيم تسبيح. ليه ترانيم التسبيح فيها جزء كبير قوي مترجم؟ هل نوع مزيكتنا الشرقي دي ما بتليقش قوي على ترانيم التسبيح؟ سؤال محرج، وانت قصدا ان الناس يتضايقوا منك ولا مني؟ لا، ما انت رميتي السؤال وانا اللي هدبس دلوقتي. الالحان الشرقيه العاديه اللي هي نا ده عادي ممكن يطلع منه تسبيح حلو، الناس ابتدت تبعد عنه مش عارف ليه، لكن ده ما صعب التسبيح عليه، اللي هو تسبيح بس تقول له انت عظيم منين، والريتم الواحدة ونص والمقفول والمفتوح والمنقوص شغالين ما بتعرفش تسبح. طب ثواني، يعني ترنيمة زي برفع إليك تسبيحي دي، ده لحنها ايه؟ ده شرقي ولا غربي ولا ايه؟ ده وسط، بنسميه مين ستريم، اللي هو وسطي شوية ده كده. لكن لما بتخش في رتم شرقي جامد اللي هو العادي اللي احنا متوقعينه، وحتى لو بتلعبه بأناقة بتلاقي ان كلام التسبيح بيهرب منك ومضطر تعلي.
طب احنا ما حاولناش، يعني ما فيش محاولات يعني. تعبانين شويه في الحته دي. آه. وفي ناس كتيره بتحب تترجم، احنا مم. بطلنا يمكن ترجمه من 25 سنه، عشان بنحس ان الحاجه لما بتطلع من جوه من عندنا من بلادنا بتبقى اوقع واقرب لجمهورنا. كفايه استيراد. الحاجات القديمه كان فيها مستورد. مم. وهي دايما الدنيا بتبتدي كده، بتتعلم من غيرك شويه حاجات، يكون سابقك شويه، مش عيب. طبعاً. يعني كانوا سابقنا من 1600 و700 وكاتبين ألحان قديمة يعني كلاسيكية جميلة. خلاص احنا بقى اتعلمنا فهمنا، نشتغل شوية احنا.